في تصريح خطير ومستفز من طرف المدعو عزيز غالي بخصوص القضيه ديال الوحده الترابيه الصحراء المغربيه. النص واقيلا في اخباره والنص الاخر باقي ما اخباروش. نخليكم مع التصريح ديال عزيز غالي المستفز لمشاعر المغاربه. سمعوا معايا. الجمعيه موقفها من قضيه الصحراء واضح. من ما هو موقفكم مثلا في المؤتمر الخامس كان الموقف ديال الجمعيه ومع تقرير المصير. من بعد ذلك فاش بدا التفاوض بين الحكومه المغربيه والدوله المغربيه والجبهه، اصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الاطراف ويجنب المنطقه الحرب في اطار الحكم الذاتي. لا كلام خطير ماشي خطير. هذا هو الموقف ديال الجمعيه. الا كان في اطار الحكم الذاتي علاش الدوله كتفاوض؟ علاش تلاقاو 3 مرات في جنيف؟ التفاوض يعني ان هناك نقاش، ليس هناك امر محسوم. حنا فاش نقولوا حل تفاوضي يرضي جميع الاطراف، ماشي يرضي طرفا واحدا ضد الاخر. شنو هو انت في نظرك الحل؟ خصهم يوصلوا ليه في التفاوض. شنو غادي يعطيو؟ حنا ما كنتفاوضوا سميتو واحد. حنا موقفنا هو موقف الامم المتحده. لكن كموقف شخصي انا تنقول لك انا موقفي كعزيز غالي، تنقول لك موقفي هل تعتقد ان الصحراء مغربيه ام لا؟ الان لا يمكن فصل بين موقفي وموقف الجمعيه. انا اتبنى موقف الجمعيه. لا ولكن عزيز غالي في الجمعيه ماشي عزيز غالي انا كذلك كشخص. قلت موقف الجمعيه ومع موقف الامم المتحده. طبعا الامم المتحده تدعم خطه الحكم الذاتي. لا الا كانت تدعم الحكم الذاتي علاش كاين التفاوض؟ قول انه خاص يكون الاستفتاء، خاص يكون حلت اي شيء اسفر عنه التفاوض يرضي جميع الاطراف يلزمنا او نحترمه. ما كتدعمش في المساله الاجنده ديال الجزائر حتى حاجه كندعم الاجنده ديال ولا كتدعم الاطروحه ديال الانفصاليين. لا تنقول لك انا كندعم الموقف الاممي لان هذا هو المرجعيه الحقوقيه عندنا. اذا هذه المرجعيه الامميه الان تتحدث حول التفاوض، اذا خليهم يمشيو يتفاوضوا. كيف سمعتوا الاخوان؟ هذا كان تصريح ديال عزيز غالي خلاها مولاه والمثل المغربي كيقول صام تعيا وفطر على زبله اعز الله قدركم. عزيز غالي اللي كان كيدافع على الفقراء والمستضعفين وعرف بالانتقادات ديالو الذي على الحكومه اللي خلاه يحظى بواحد الشعبيه واسعه يعني وسط المجتمع المغربي عشيه وضحاها. في تصريحين، ندوزو التصريح الاول وندوزو التصريح الثاني. التصريح الاخطر هو هذا المتعلق بالقضيه ديال الوحده الترابيه. عزيز غالي لم يكلف نفسه حتى القول بان الصحراء مغربيه. كيهضر كيقول بان الدوله المغربيه والحكومه المغربيه على اساس بانه لا ينتمي لها، وهو عنده الجمعيه تحمل اسم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. ومن بين الضوابط والشروط ديال تاسيس الجمعيه هنا عندنا في المغرب هي رفع برقيه ديال الولاء والاخلاص الى جلاله الملك، وهي القضيه ديال جميع المغاربه. كاين واحد فئه قليله كتقول حنا مالناش غادي نستافدوا من الصحراء كاع شنو عطاتنا، وكاينه فئه اخرى مواليه الاطروحه ديال الجبهه الانفصالي كتبقى الصحراء حكا الصحراء الغربيه كذا من هنا كذا من هنا. ولكن شيء لا يختلف فيه اثنان بان الصحراء مغربيه. ما يمكنش عزيز غالي تقارن دوله عندها 12 قرن وجاوبني. نعطيك على سبيل المثال مثال بسيط، الا كانت هذه بالفعل كدوله وبان الامم المتحده سيدي باقا ما معترفاش كما كتقول بان الصحراء بانها مغربيه وما معترفاش بالمقترح المغربي ديال الحكم الذاتي، وانت كتروج الاطروحه الانفصاليه الا شنو هي تقرير المصير والاستفتاء. وتقرير المصير والاستفتاء يعني على حساب يعني البعثات الدبلوماسيه وعلى حساب يعني السيد ناصر بوريطه وعمر هنا يقول بان ديك المساله اقبرت. حنا ما غاديش نتفاوضوا ولا غنديروا استفتاء ولا تقرير المصير على جزء لا يتجزا من بلادنا الا وهي الصحراء المغربيه. اذا كانت هذه بالفعل جمهوريه شعبيه صحراويه وهميه ديكتاتوريه لعالم الله، على سبيل المثال بسيط ما عندهمش. حنا المغرب عندنا نيجاتيف مثلا 00212، ياك الجزائر اللي كدعم عندها نيجاتيف 00213، مثلا تونس باقي عندها 00217 214 215. النيجاتيف ديال الجمهوريه الا عندها بالفعل مقومات ديال الدوله وكتستعمل نفس اللفظ اللي كان تستعملوا ابراهام السرفاتي في منظمه الى الامام الحركات يعني اللي كانت معاديه للقضيه الوحده ديالنا الترابيه، اللي كان كيقول بان عاش الشعب المغربي وعاش الشعب الصحراوي. عاش الشعب الصحراوي المغربي، ولكن استعملتي هذه الالفاظ هذه اللي بالفعل كيستعملوها البوليزاريو. فراسك دابا عزيز غالي بان انت راك وليتي بطل عند الجاره الكرغوليه، وليتي بطل في نظرهم، والجرائد الالكترونيه تما كيقولوا البطل المغربي رئيس الجمعيه المغربيه ويسطرون عليه بالخط العريض. استطاع ان يقول ما لم يستطع ان يقوله المغاربه. يعني انسان عايش في الدوله المغربيه ويعيش في كنفها وكيمس الوحده الترابيه اللي كندافعوا عليها سنون ثانيه هذه. واش كتعرف بان هذيك الصحراء وهذه في الاحلام والاوهام ديال البوليزاري والجاره التي تدعمها؟ واش هذه القضيه اللي مشاو لها الناس 350 الف ديال المغاربه فاش كان دعا المغفور الله الحسن الثاني بان تكون مسيره خضراء؟ نجي حنا بين عشيه وضحاها لا لشيء ما لغرض في نفس يعقوب الصحراء وما استختارتيش على راسك تقول بان الصحراء مغربيه صاحبي.
اسمح لي لا اتخالف معك 10 مليار في المية. نقدروا نتفقوا في بزاف ديال الحوايج، ولكن المساله ملي كتجي تقيس الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه، انا اسمح لي واش هذا الراي ديالك بوحد ولا الراي ديال جميع الفروع ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان؟ الا كنتم بالفعل جمعيه مغربيه تعنى بحقوق الانسان، راه خاصكم تشوفوا دوك المحتجزين في مخيمات تندوف، راه خاصكم تشوفوا الوضعيه الصعبه اللي كيعيشوا فيها مخيمات تندوف. وخاصك تعرف بان ناس في البوليزاريو، القاده ديال البوليزاريو ماشي من الصالح ديالهم بانها تفك القضيه ديال الصحراء المغربيه. علاش؟ باش كيبقاو ياخذوا هما الدعم من طرف الجزائر، باش حكا ما حكا يبقاو مشبتين بالمواقف ديالهم فقط لا لشيء ما هزهمش حق هذيك النفس ديالهم وبلادنا والصحراء وكذا الى اخره، فقط دراهم التي يمولون بها من طرف النظام الجزائري والنظام ديال الكابرانات. ما سالتيش نفسك اغاني علاش الدوله ديال الجزائر تستميت باش هذيك الجمهوريه والسيطره ديالها قالتي بانهم لا حقا باش نجنبوا الحرب. المغرب لم ولن يفكر يوما ما بانه يخوض حرب، فقط يرد على الاستفزازات من طرف البوليزاريو. حنا ما باغيش ندخلوا معاهم في حرب، حيت كون بغينا ندخلوا معاهم في حرب غادي نلقاو داك الجدار العازل والسلام عليكم. طحتي من عيني المغاربه دابا بين عشيه وضحاها، طحتي من عيني المغاربه. بالامس القريب كنتوا تدافعوا عن مشاكلهم وهمومهم، واليوم جاي تسترزق بالقضيه ديالهم. كلشي قادينا على الوحده الترابيه. حنا كنخالفوا الخطابات الملكيه اللي كدعو الاطراف جميعا بان موديها الصحراء خذوا الحكم الذاتي، ولكن تحت السياده المغربيه. خذوا الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. ديروا مقارنه كومباريزون مع الناس اللي عايشين في مخيمات تندوف ديال العار والناس اللي عايشين في الصحراء المغربيه. شوفوا على البنيه التحتيه، ياك هذاك الخائن الراضي اللي مشى وكشف المستور، وكنشكروه على القضيه هذه حيت مشى بين لنا الواقع المعاش ديال الناس تما اللي كاينين في تندوف. لا طرق، لا بنايات، لا مرافق، لا حتى حاجه، لا مقومات اصلا ديال التاسيس ما عندهمش.